اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ايناس والناس. النهاردة هنتكلم على الامر الوقتي بالمنع من السفر. يعني ايه امر وقتي بالمنع من السفر؟ في احيان كتير قوي الام كطرف حاضن بتخشى على انه الاب يخطف الولاد ويسافر بيهم لو هو بيشتغل بره او ما الى ذلك، او الحالة العكسية انه الاب كطرف غير حاضن بيخشى ان الام تاخد الولاد وتسافر تشتغل بيهم بره، وهو كده يتحرم من ان هو يشوف ولاده. طب ايه الحل في الحالة دي؟ الحل في الحالة دي ولخطورة الموقف واستعجاله ان احنا بنرفع امر وقتي، واسمه امر وقتي دليل على السرعة في اتخاذه. بنرفعه ازاي؟ بنرفعه قدام محكمة الأسرة، قدام دايرة الأسرة عادي جدا، بس بيتم تحديد جلسة عاجلة لنظر الأمر الوقتي. يعني ممكن تاخد جلسة في خلال 3-4 أيام، أسبوع بالكتير. في الحالة دي بتعمل عريضة دعوة عادية جدا، بتقول فيها ان انت بتخشى سفر الصغير او الصغار وتذكرهم وتذكر تواريخ ميلادهم والكلام ده كله، وان انت بتطلب من المحكمة ان هي تصدر قرار بمنعهم من السفر. ايه الاوراق المطلوبة في الامر الوقتي للمنع من السفر؟ شهادات الميلاد بتاعت الصغار، صورة بطاقة الشخص المتقدم بالطلب للامر الوقتي، وكمان بيبقى متطلب عريضة الدعوة ذات نفسها اللي بتتكتب وبتتوجه لمحكمة الأسرة عادي جدا، وممكن تعمليها أو تعملها بنفسك في حالة عدم وجود محام مع حضرتك، وبتحدد جلسة وبتعلم بيها الخصم، وبعدها بتروح تسلم الجلسة. طب ايه الأوراق اللي أنا لازم أبقى واخدها معايا وأنا عند القاضي؟ لو أنا الأب مثلا وبمنع الولاد من السفر مع الأم، لازم أكون واخد معايا حكم بالرؤية، لأنه في أحيانا كتير القاضي بيسألك رافع دعوى رؤية يا أستاذ؟ لو قلت له لا انك مش رافع، بيعرف ان انت اصلا مش مهتم انك تشوف ولادك، يبقى عايز تمنعهم من السفر ليه؟ فده تعسف في استعمال الحق. الحقيقه انه مش كل الدوائر بتسال على حكم الرؤيه، لكن انا شخصيا كمحاميه في دوائر بتقابلني ما بتسالش على حكم الرؤيه، في دوائر تانية بتصر على وجود حكم رؤيه. كمان في احيان كتيره قوي القاضي بيصرح لك باستخراج شهاده تحركات علشان نشوف الولاد خرجوا من البلد قبل كده ولا ما خرجوش، عشان يعرف ايه طبيعة خروج الام بالولاد من عدمه. بعد كده بيديك اجل لاعادة الاعلان، وفي اجل اعادة الاعلان بيتم الحكم في اخر الجلسة. لو طلع قبول الامر الوقتي وحكم بالمنع من السفر بعد 10 ايام، عشان دي فترة الاعتراض اللي بتحق للطرف الاخر على الاعتراض على الامر الوقتي، بتروح تاخد صيغة تنفيذية وبتعلن بيها الخصم، وبتعلن بيها وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته، وعلشان يبقى الحكم بيتم في مواجهتهم. وبعد كده بتطلع على الجوازات في العباسية وبتسلمهم الصيغة التنفيذية، وكده بيتم خلاص الحكم بالمنع من السفر، وبيبقوا موجودين على قوائم المنع من السفر. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.